بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبعه هداه ليوم الدين. لاعب الأهلي في المنتخب المصري في كأس أفريقيا الأمم الأفريقية منورين وأسمائهم لامعين. لك أن تتخيل محمد الشناوي من ضمن أفضل 11 لاعب في الأدوار الأولى، وفي دور ال16 تامر، ياسر إبراهيم، ومروان عطية من أفضل 11 لاعب في التشكيل المثالي لدور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية. لولا الخطأ القاتل لأحمد فتوح الذي تسبب في تسجيل هدف في الشناوي، لكان الشناوي من ضمن ال11 في دور 16. يعني أحمد فتوح ضيع على الشناوي فرصة وجوده في أفضل تشكيل في 11 لاعب في دور 16. ونيجي بقى للكابتن محمد يوسف مع مهيب وعوف الغلط. بيسألوه سؤال، يعني سؤال موجه، الغرض منه الواقع والنيل من محمد الشناوي. قال له: ما هي نسبة تحمل الشناوي في الهدف اللي دخل مرماه؟ رد محمد قال له: من الشناوي تحمل جزء من الهدف. طب على أي أساس يا كابتن محمد وأنت قلت كده؟ وهي الغلطة كلها من الغلطة من أحمد عبد الفتوح، اللاعب التايه اللي ملوش دعوة بالملاعب، مش عارف بيلعبوه ليه، يعني بدل ما يتحبس والسجن خرج وبقى في منتخب مصر، ربنا مش هيديله المستوى اللي هو كان عليه قبل الحدث. أحمد فتوح يعني انت مدير اداري لاكبر نادي في مصر او في افريقيا، انت ازاي بتطلع على القنوات وشغال بالسبوبة؟ حتى كمان تغلط في النادي اللي انت متعين فيه. انت ما شفتش خالد بيبو ولا محمد رمضان؟ النزاهة والطهارة. حتى